يا مساء الخير والورد والياسمين. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويجعل سعادة الدنيا كلها بين إيديكم وتحت رجليكم. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض كده حبيب قلبي، روتين جديد في يوم جديد. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زيدوا كمان النبي صلاة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، يعني فطار النص من رمضان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. عارفين أيام جميلة جدا جدا عدت في ثواني. حاجة كده يعني، حاجة كده تحسوا كده إن هي زي الحلم كده، بتيجي وتختفي كده في ثانية، ونقعد كده نستناها من السنة للسنة ونعد كده الأيام والشهور. تعالوا مع بعض كده حبايب قلبي، إيه اللي عندي النهاردة؟ فطارنا النهاردة لازم يكون مميز عن كل يوم في النص من رمضان. مش عارفة بقى هينزل لكم النهاردة ولا هينزل في يوم تاني، لأن عندي النت بعافية شوية. كان عندي كده صدور في الفريزر، صدرين 2 مش كتير يعني، قطعتهم كده شرايح وبعد كده دقيتهم كده علشان خاطر يفردوا معايا كده وتبقى الكمية محترمة. حطيت هنا بقى في البولة دي، حطيت عدد بيضة واحدة بس، وحطيت حوالي نص كوباية من اللبن، وزودت الباقي مية. لو ما عندكش بيض ما عندكش لبن، اعمليها بمية عادي خالص ولا يجرى اي حاجة تماما. بصوا بقى، الخلطة دي انا مجهزاها من قبل رمضان. مجهزة بقى خلطة البانيه، خلطة السمك، خلطة السمك المشوي، يعني مجهزة خلطات كتيرة جدا، همبرجر. الحاجات دي بحب اعملها جدا جدا جدا، بتوفر معايا وقت جميل قوي. فبحطها في التلاجة تحت ايدي كده في بولات او علب، ونسيبها كده لما نحب نعمل حاجة كده على السريع يعني بتختصر معاكي والله. بصوا بقى، كان عندي فيجيتار، جايبه فيجيتار حار. انا يعني كنت جايبه فيجيتار بارد، فما كانش اللي هو حراق قوي، فكنا يعني احنا بنحب اساسا الحاجه الحراقه جدا. فحبيت ان انا ازود كده الفيجيتار الحار، فرحت مزوده على على الخلطه اللي انا عملتها دي. يعني كانت الشطه عندي اللي انا حطيتها على التتبيله ما كانتش حراقه للدرجه اللي هي. فقلت بقى نجيب فيجيتار حار. بيحطوا عليها بقى شطه سوداني وكده. يعني صراحه بروح للعطار اقول له عايزه شطه سوداني، وبرده ما يتضايق، يعني بلاقيها عادي خالص، ولا حراقه ولا اي حاجه خالص. فبقول مش مشكله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، البيض مع اللبن مع الميه، زودت كده الكميه كميه محترمه. حطيت معلقتين من الخلطه اللي انا حطاها هناك دي. انا حاطه بقى الخلطه دي، حاطه معاها بقى يعني بصوا كريسبي، وحاطه معاها شوية توابل كده عسل زيكم، مع الدقيق بقى، مع شوية خلطات. والله يا بنات حاجة كده عسل، يعني حاجة فاخر من الآخر. فقلت أول حاجة أبتدي بيها يوم النهاردة نتبل الأول البانيه. وتعالوا بقى هنشوف النهاردة باقي فطارنا، وهنعمل فطار النهاردة. مش هنعمل مكرونة ولا أي حاجة، لا خليكم بس معايا، يعني مش هعمل مكرونة حمرا بالصلصة وكده، لا أنا يعني هتشوفوا في الآخر هنعمل بإذن الله تعالى. بس طبعا لو وصلت لحد هنا، يا ريت اللايك لاختك يا قلب اختك، علشان ده اللي بيفرحني ويسعدني. انا حاسه ان بصوا مفيش مشاهدات زي الاول. معرفش الناس اختفت بقى، بتجيبوا لبس العيد ولا بتعملوا كحك العيد ولا ايه بالظبط، مش فاهمه صراحه. المهم، برضو هنزل لكم ان شاء الله. هحاول يعني على قد ما اقدر ان انا انزل، علشان خاطر انا فعلا بحس كده بفرحه جميله جدا وانا بصور معاكم. وعارفين كده، على قد ما بتعب بحس بسعادة جميلة جدا 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 في التصوير. لما باجي اقعد بقى منتج واقعد كده اسجل لكم، والله يا بنات انا بحس بسعادة كده، يعني نفسي احسسكم الشعور. فبحس ان انا فعلا في اخواتي قاعدين قدامي كده، وحاسه كده ان انا بتكلم معاهم، وحاسه ان انا بفضفض معاكم كده اللي هو بقى ما بخرجش بره البيت. انا من النوع اللي هو البيتوتية جدا جدا جدا. ده من انواع الترفيه بتاعتي، يعني اللي هو ان انا اكون قاعده في البيت كده بمزاج رايق، بعيد عن الوش والدوشه والحاجات دي. مش هقول لكم برضو ان انا مش اجتماعيه وان انا ما بحبش الدوشه والحوارات دي، لا جدا. انا بصوا بحب كده الخلطه بالناس، وبحب كده المعاشره، وبحب كده ان يبقى فيه يعني فرحه كده وسعاده. اجواء اللي هو العائلات بقى وكده والحوارات دي بحبها جدا. بس اللي هو مش على طول، يعني اللي هو يعني احتاج لها كده كل فترة، اللي هو مش كل يوم كل يوم اقوم بقى على الدوشة والحوارات دي، لا خالص. بس برضو في نفس الوقت انا بيتوتية جدا جدا. خلصنا كده، مسحنا بقى الرخامة كويس،
تعالوا بقى نشوف فضلة خيركم هنعمل ايه. هنعمل مكرونة، بس مش مكرونة قلت لكم بالصلصة، هنعملها النهاردة ان شاء الله بإذن الله تعالى مكرونة بشاميل جميلة جدا واقتصادية وحلوة وعلى قد ايدينا وفي متناول الجميع بإذن الله. عندي بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، انا مخرجة 3 كيلو من اللبن. طب انتي مخرجة 3 كيلو من اللبن ليه؟ بصوا بقى، عصاير، مثلا مهلبية، نعمل اي حاجة بقى يعني باللبن. اللبن ده ما بنقدرش نستغنى عنه. طب مخرجة 3 كيلو يا مفترية، هقول لكم بقى ده لبن بقري. اللبن البقري يا جماعة سعره حلو جدا. ال2 كيلو عاملين 25 جنيه. يعني بصي ال3 كيلو بسعر كيلو من اللبن الجمسي. يعني ال3 كيلو من دول عاملين سعر كيلو واحد بس من من اللبن الجمسي. فهيوفر معاكي جدا جدا جدا، سواء في البشاميل، سواء مثلا في رز بلبن، هتعملي مهلبية، هتعملي عصاير، والله حلو جدا وطعمه جميل جدا جدا وما يتخيرش. بس هو كل اللي فيها ان هو مش دسم شوية، بس هو ده الفرق. بصوا بقى، عندي كده زي ما انتوا شايفين اللحمة انا معصجاها وحطاها في الفريزر. بصوا اللحمة بعصجها نص بصل ونص لحمة، بكتر كده الكمية وبخلي الكمية محترمة. وده ما يمنعش ان المكرونة بشاميل تبقى طعمها وحش، لا بالعكس بتبقى فظيعة وتحفة فوق الخيال والله العظيم. وجربوها على طريقتي وهتدعولي جدا جدا. وبصي بقى، لو انتي مثلا الوقت يعني عدى معاكي ولقيتي نفسك كده العصر جه عليكي ونفسك تعملي مكرونة بشاميل ونفسك تعملي محشي ونفسك تعملي حاجات كتير وهتقولي الوقت يجري مني، طب انا اعمل ايه؟ لا ما تخافيش. لو ولعتي كل العيون كده زي ما انا عاملاها، يعني بسلق المكرونه كده، اللحمه بعصجها، بتعملي البشاميل، اللبن بيغلي، كله كده تمام. انا عندي على فكره لبن تاني في التلاجة، فهخرجه برضه احطه للبشاميل. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، زودي على البشاميل دوت كوبايه من الشوربه او كوبايتين. والله العظيم يا بنات حاجه كده عسل، وبتديكي طعم اجمل والذ بكتير من ان انتي تعمليها باللبن بس. فهتشغلي كل العيون. الوقت دوت كان كده في العصر، انا كنت بره ولسه جايه من بره، فشغلت العيون كده زي ما انتوا شايفين وقلت ان شاء الله هنعمل. بصوا بنتي داخله من بره يعني بتقولي ايه ده يا ماما انتي لسه هتعملي محشي؟ قلت لها. قالت لي يا نهار ابيض، ده الساعه ماما 4. قلت لها يعني عادي ولا اي حاجه، اعمل المحشي واحطه على النار الساعة 5:15، ما فيهاش اي حاجة خالص. المهم ان انتي يعني تلفي كده على السريع وتكون الحاجة جاهزة تحت ايدك. طيب هنعمل محشي ايه النهاردة؟ هقول لكم. انا حطيت بقى يا حبايب قلبي السمنة ونزلت عليها بالطماطم. طيب انتي ما حطيتيش بصل، انا حاطة بصل مع الطماطم، ودي اسرع طريقة ممكن تعملي بيها المحشي. مش لسه بقى هتخرطي البصلة ولسه هتحمريها وكده وهتاخدي وقت وكده، فده يعني ما بياخدش معاكي وقت تماما. هنا كده اللحمة متعصجة، انا كنت حاطاها في الفريزر، بس هو كل اللي فيها انا يعني كانت لسه متجمدة شوية. يعني انا كنت مخرجة الحاجة من الفريزر قبل ما امشي، بس قلت بقى انا عايزة بس افكها كده على النار على السريع، بس كده تمام فكت معايا وكده زي القمر. قلت بقى هنجهز المكرونة بشاميل. يعني انا عملت كده عملت البانيه ورحت مشوار، وكنت مخرجة بقى ورق كرنب ومجهزة وعارفة نفسي هعمل طيب هل انا مثلا مش هلحق ولا هعمل الحوارات دي؟ انا مرضتش ان انا اسبك والله، علشان خاطر مثلا قلت ممكن ارجع متأخرة جامد، فاللي هو ما عملش محشي وكده. فلقيت لسه الوقت بدري، يعني قلت هعمل مكرونه بشاميل واجهزها واحطها في الفرن واقعد احشي براحتي. بس كده تمام، البانيه جاهز، الحاجه بتاعتي جاهزه، كل حاجه كده تمام. تحت ايدي خلاص كده، مسيطره على المطبخ ومسيطره على الحلل وكمان على البوتاجاز. بصوا بقى حبايب قلبي، كده تمام. هنعمل بقى اخر حاجه بقى البشاميل بتاعنا، وده طبعا بيبقى اهم حاجة في البشاميل، في المكرونة اسفة. البشاميل دوت اظبطيه كويس جدا، يبقى طالع معاكي تمام حاجة كده عسل، ويبقى كده مظبوط كده. المكرونة بتاعتك هتطلع 10/10 ومفيش اي حد هيختلف عليها تماما. بعملها ازاي؟ بحط كده حبيب قلبي حوالي مكعبين زبدة او 3 مكعبات زبدة. حطي سمنة، حطي السمنة على زيت، اي حاجة من المتوفر عندك. لو زيت بس برضو مش هيقول لا. بحط حوالي 5 معالق هرمية من الدقيق، 5 معالق هرمية من الدقيق. ال5 معالق دول ما تقوليش كتير، لا البشاميل لما بيبقى كتير جدا في المكرونة بيبقى حاجة كده عسل. خرجت بقى انا اللبن من التلاجة وقلت هحطه كده،
كان في الوقت دوت بقى اللبن بتاعي غلى. عندي برضو شوربة مخرجاها برضو من الفريزر، فقلت بقى ايه يعني مخرجاها برضو من بدري ففكت معايا، فقلت هحط شوية من اللبن على شوية من الشوربة يعني اللي هي المغلية تضرب مع الايه مع الشوربة الساقعة وهتفك معايا على طول. وبكده ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصي بقى، لو خايفة بقى من التكتلات وان البشاميل بتاعك يبوظ منك، لا هقولك على طريقة حلوة جدا بالمضرب اليدوي ده، خليه تحت ايدك على طول. بصوا لو هتحسي اي كلكعة او اي بلبزة او اي بصوا تكتلات والحوارات دي، لا ما تخافيش تماما، قلبي بالمضرب على قد ما تقدري هتفكي معاكي وتبقى كده يعني بصي حاجة عسل. بس كده تمام. انا طفيت كده في الوقت دوت على المكرونة فانا عايزة اشيلها كده واروح ايه اصفيها في المصفى. وفي نفس الوقت مش عايزاكي تسهي على اي حاجة عندك علشان خاطر برضو يعني مثلا مش اولع ال4 عيون واقول مثلا انا مولعة كل العيون كده على البوتاجاز واسيب الاكل كده وادخل الاوضة مثلا اعمل حاجة تانية، اروق الصالة اروق اي حاجة، لا ما ينفعش. لو شغلتي كل العيون اقفي جنبهم ما تتحركيش لا يمين ولا تتحركي شمال. ايه بقى اللي انا بحطه دوت على البشاميل بتاعي؟ دي معلقة يعني بصوا كده من طعم الجبنة. طعم الجبنة دي نكهة الجبنة دي بتجيبيها من عند العطار، طعمها حلو جدا جدا وبتديكي نكهة جميلة جدا جدا للبشاميل بتاعك. بصوا كده بوريكم كده يعني حوالي ربع معلقة من الملح. ما بحبش اضيف ملح كتير، اولا انا حاطه شوربة والشوربة بتاعتي عليها ملح فما بضيفش ملح كتير، اللي هو ايه زي ما انتوا شايفين كده ربع معلقة. وحطيت كده حبايب قلبي معلقة كبيرة، معلقة من الايه من طعم الجبنة. لو حابة تزودي كمان زودي، طعمها بيبقى حلو جدا. هتحطي مكعب مرقة ماجي وبس كده تمام، والفلفل الاسود والكمون وكده قشطة يعني كده خلاص كده تمام كده ايه جبرت. فالمهم في الوقت دوت كنت بوريكم بس الطماطم يعني خلاص اللهم صل على النبي قربت تتسبك، فانا مش هعمل محشي كتير يعني انا يعني هي حله صغيره كده على قدنا جنب الاكل بتاعنا الجميل القمر دوت. بصوا بقى شايفين الشوربه، حبيت اضيف كده شويه منها كمان بتديني طعم حلو جدا 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 ولذيذ كده للبشاميل. بصي بقى، عندك بقى جبن ضيفي، عندك اي انواع من الجبن، جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه فلامنك، اي حاجه عندك ضيفيها على البشاميل بتديكي طعم حلو جدا. بس لو هتضيفي اي جبن ما تضيفيش ملح تماما. انا كنت بحط ايه دلوقتي، انا كنت بحط ايه، كان عندي كده ايه طبق زبادي فحبيت ان انا اضيفه على البشاميل، اداني طعم حلو جدا جدا يا بنات. تعالوا مع بعض كده في الوقت دوت كده خلاص. كانت الساعة بقى ايه داخلة على 4، يعني ما شاء الله يعني ما كملتش نص ساعة كده جهزت فيها كل اكلي، مش باقي غير ان انا بس اقعد احشي واعمل شوية المحشي كده بتاعتنا القمر دي. جبت هنا حطيت في الصينيه كده البشاميل، وهنبدا بقى ايه نحط المكرونه بتاعتنا. معرفش بقى يعني الحته دي راحت فين، فالمهم الحمد لله اللهم لك الحمد. بعد ما هنضيف المكرونه هنضيف بقى يا حباب قلبي ايه طبقه من البشاميل تاني، لان انا كنت عايزه اقلب المكرونه مع البشاميل، فاللي هو بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده اللي هو مستعجله عايزه اخلص بسرعه علشان خاطر الوقت والمجهود وكده يعني. بصي بقى اللحمة دي المتعصجة دي طعمها فوق الخيال. وما تخافيش من البصل لما تزوديه، كل ما تزودي كمية البصل كل ما بيديكي طعم ونكهة أجمل وأجمل وأجمل. بضيف صلصة حبايب قلبي على فكرة، بحب جدا 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 إن أنا أعمل المكرونة بالبشاميل أعمل عليها يعني شوية كده إيه صلصة، بروح طايفاهم على الإيه على تعصيجة اللحمة. فجربيها برضو بالطريقة دي حلوة جدا وهتعجبك بإذن الله تعالى، وهتعجب كل اللي حواليكي، وزي ما قلتلك كده مش هيختلف عليها 2. أهم حاجة بقى إيه نفردها كويس جدا وتسويها كده علشان كل مكان كده يبقى فيه لحمة متعصجة. بعد كده حبايب قلبي هنحط طبقة المكرونة اللي باقية، وبعد كده هننزل عليها بالبشاميل. في الوقت دوت بقى انا كنت مشغله الفرن كان مولع يعني صراحه، وصل لدرجه قبل ما اعمل البشاميل يعني قبل ما احاول ان انا احط المكرونه والحاجات دي كنت مشغله الفرن علشان خاطر يحمى معايا، علشان خاطر ما تاخدش وقت. فالست الشاطرة اللهلوبة اللي تعرف مصلحة بيتها، لو انت عازمة يعني بصي لو هقولك 500 فرد في 500 فرد كده وانت هتقومي ما شاء الله، والله يا بنات هتعملي الاكل دوت في ثواني طول ما انت مشغلة دماغك وطول ما انت كاتبة في الورقة. لو عايزة تعزمي ناس هتكتبي بالورقة والقلم انا عازمة كام فرد هيقضيهم كام، يعني ايه الاكل اللي هيقضيهم
وتبدأي حتى لو اتبقى عندك أكل مش هيخسر، يعني ممكن تعينيه اليوم يوم يومين، فهيقضيكي يومين بعد العزومة ما فيهاش أي حاجة خالص. بصوا بقى، أنا بحب أزود كمية البشاميل كده زي ما انتوا شايفين، وده أجمل حاجة عندي في صينية المكرونة صراحة، دي أجمل حاجة. بصوا بقى، بنتي كانت واقفة ورايا عمالة تقول لي ماما ماما سيبيلي شوية من البشاميل، أنا بحب صوص البشاميل أحطهم على المكرونة بتاعتي لما تيجي تحطي لي الطبق بتاعي، فسبت لها والله شوية، هعمل إيه؟ أطفال بقى وصايمين وكده، ولازم نعمل لهم اللي نفسهم فيه. بس كده تمام، انتوا شايفين كمية البشاميل اللي كان عامل ازاي، ما شاء الله. تعالوا مع بعض بقى في الوقت دوت بقى، خلاص انا حطيت المكرونه كده في الفرن، قربت تستوي كمان، فخلاص كده كنت بقى ايه، بجهز الخضره، بجهز الحاجه بتاعتي، غسلت الرز، جهزت كل حاجه. وكده في الوقت دوت على السريع، كانت الساعه خلاص يعني ما شاء الله الساعه 4:30، فانا حشيت في اللي هو ساعه الا ربع، اللي هو على الساعه 5:15 كنت مخلصه، ورحت معلقه على المحشي على طول. هتعملي محشي ايه؟ زي ما قلت لكم كده، مخرجه كيسه كرنب من الفريزر. صراحه يا بنات التفريزات دي بتنفعنا جدا جدا. ايه بقى اللي انتي بتضيفيه دوت؟ طبعا انتوا عارفين ان انا عملت الصلصه بتاعتي، فرمت البصل مع الطماطم وحطيته على النار، ففي الوقت دوت قلت بقى ايه، كان عندي بقى فضلة خيركم برضو في الفريزر. الفريزر ده حاجة كده يعني حاجة حلوة جدا جدا، وشكرا للي عمل الفريزر دوت صراحة. بصوا بقى حبايب قلبي، البصل كنت عاملة بصل مع فلفل ألوان مع جزر، خلطة كده جميلة، وحطيتها كده في أكياس وحطيتها في الفريزر. لما باجي بقى أعمل خلطة المحشي تخرجي منها وتحطيها، صراحة بتديكي نكهة حلوة جدا جدا. لما تكوني عايزة مثلا تزودي اللحمة المتعصجة اللي عندك بصل، وانتي مش قادرة مثلا ان انتي تقومي تقشري بصل وتفرمي والحوارات دي، بتخرجي من الفريزر على طول. بس كده تمام. هنحط ايه بقى يا حبيب قلبي؟ حطيت ملح وفلفل اسود كمون وكزبرة، ده اهم حاجة، دي اهم حاجات انتي ممكن تحطيها مع المحشي. ولو حابة تضيفي حاجة كمان، هتجيبي خلطة المحشي من عند العطار وتضيفي عليها، بس مش اكتر من كده. طب لو ما عنديش خلطة المحشي، بس كفاية الحاجات اللي انا هحطها. وبكده خلصنا كده الايه الخلطة بتاعتنا. وادي كده حبيب قلبي الكرنب، يعني كان لسه ما وصلش لمرحلة ان هو فك قوي يعني، فكنت كده بغسله بمية دافية. فبصوا بس انا هوريكم بس اللي هو ايه. في الوقت دوت انا كنت لسه عايزه بس اصور لكم بس يعني ايه ورق الكرنب، يعني وهو خارج كده من الفريزر حلو جدا والله يا بنات، وجميل ما شاء الله. كان لسه بس عايز يفك شويه، فانا فصلت الكاميرا وغسلته كده بميه سخنه على السريع، فك معايا. خلصت المحشي، ما كملش معايا يعني، حاجات بسيطه جدا جدا وخلصت. فبقول لكم بقى ايه، بص بقى حط شويه زيت كمان كده على الوش، كده بيديكي طعم حلو. لو عندك بقى سمن بلدي حطيها على الوش المحشي لما تيجي بقى تعلقي عليه على النار. بس كده تمام. في الوقت دوت بقى بقول لكم بقى، بنتي تقول لي ايه انت لسه هتعملي محشي؟ فاللي هو انا خلصت المحشي كده وجيت حطيته على النار، قالت لي انت كده جيتي في التوقيت الصح، لان احنا بنحب المحشي يبقى سخن يعني وكده. ادي كده حبايب قلب المحشي بتاعنا، حطيت الشوربه. بما ان انا كنت متاخره يعني، حطيت المرقه والشوربه كده وعلقت عليه على طول، وما صورتش في الوقت دوت. وفي الوقت دوت بقى بنتي كانت بتحمر البانيه، وبس كده تمام كده. قلت بقى ايه، المكرونه بتاعتنا كمان كانت استوت، فسبتها بقى تحمر البانيه، وقعدت كده ايه على جنب بقى ايه اقطع المكرونه بتاعتي. وبكده حبيب قلبي ادي المحشي كده اتشرب ما شاء الله. كنت عامله في الوقت دوت كمان شربات كده عشان نعمل حلويات، يعني بصوا كمان شفتوا بقى الشطاره والحلاوه، يعني حلويات واكل وحاجات حلوه كتير. بصوا بقى ادي المكرونه الجميله، يعني صيصه كده وحاجه كده عسل، وحاجه كده فاخر من الاخر. بصوا بقى شايفين ما شاء الله، هنقطعها بقى ونحطها كده في الاطباق. بس كده ايه كده تمام. ايه بقى اللي انا عاملاه النهارده؟ انا عامله كيكه رواني كده حبيب قلبي. كده تمام ما شاء الله. كان عندي بقى سميد وكان عندي كل حاجة، فحبيت ان انا قلت بما ان انا مشغلة الفرن بقى بالمرة، نعمل كده حاجة على السريع. فكده اللهم لك الحمد، في الوقت دوت كده خلاص المغرب كان بيأذن، وهنبدأ بقى ايه نرص اكلنا كده. وتعالوا بقى ايه نقطع كده البسبوسة بتاعتنا، وتعالوا بقى نشوف كده ايه فطارنا النهاردة عبارة عن ايه، وسفرتنا كده عاملة ازاي، ويا رب كده تعجبكم وتنول رضاكم كده بإذن الله تعالى. عملنا كده، كان عندي شوربة برضو اللي مخرجاه من الفريزر غليتها، وعملنا طبقين سلطة وجرجير، وادي المكرونة بشاميل.
حطيت كده لكل واحد طبق بتاعه، وحطيت عليه بقى البانيه بتاعه، وادي الشيبسي وادي المحشي. وبكده اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني شايفين بقى الزيتون القمر دوت اللي انا كنت عاملاه كده معاكم قبل كده، حاجة كده عسل وحاجة طعمها حلو جدا جدا. وعملنا عصير فراولة باللبن، وعملنا كمان تمر اللي انا عاملاه معاكم بالكركديه. وبكده تكون سفرتنا كده النهاردة، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم.